أثار مقاطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين رواد المنصات الرقمية، حيث ظهر فيها شاب مغربي يدعى عبد الإله في أحد أسواق مدينة مراكش يبيع سمك السردين بسعر لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد. يأتي ذلك في ظل موجة غلاء تعرفها أسعار الأسماك في الأسواق المغربية، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى التشكيك في مدى صحة المقطع، متسائلين عن أسباب هذا السعر المنخفض مقارنة بالأسعار السائدة. أكد عبد الإله المعروف بعبدو الذي كان بطل هذا الفيديو المتداول أنه لم يكن يقصد إثارة الجدل، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن نيته في عدم الكشف مستقبلاً عن أسعار الأسماك التي يبيعها، تجنباً لأي عواقب غير متوقعة قد تترتب على ذلك.